واش الخوت نتمنى تكونوا مزيان. اللائحه ديال المنتخب الوطني المغربي اللي غتشارك في المونديال غندوزو عليها واحد واحد، لعاب بلعاب، نعلقوا عليهم ونشوفوا ابرز الغيابات. ريح الله. حراسه المرمى ياسين بونو المحمدي ورضا التشكناوتي. من خيارات لم تكن متوقعه، من خيارات لم تكن متوقعه من وحيد الركراكي. فاجأتنا يا وحيد. بالنسبه لي كانت متوقعه اون فوا بدات كتخرج هضره على اصابه الزنيتي. لا تغيير، نفس الثلاثي اللي عيط ليه رنار المونديال روسيا، لكن اللي تغير الان هو بونو من صار الحارس الاول. الاظهره عندك الله يحضر السلامه، الميمونين وصار مزراوي، اشرف حكيمي وباسطه. جوج اظهره يمنى فقط، واحد فيهم يلعب ظهير ايسر، وعطيه الله بوحدو اللي ظهير ايسر في الاصل. واخا المستوى ديالو طاح مقارنه مع الموسم الماضي، وبما ان مسينا مضروب فراه ما كنشوفش شي واحد احسن منه، وهذا الشيء اللي عطى الله. على امل اللي احتاجيناه في الركراكي، وهذه قوته، نتمناو انه يتوفق في تحفيز اللاعب ويقدر يعطي مستوى اعلى من قدراته، او لا قدراته اللي ما قادرش يخرجها. صراحه موضوع الاظهره مقلق شويه. قلوب الدفاع وعوده نيف اكرد للحاق بالمونديال، والكابيتانو الرومان غانم سايس، لكن دائما النقاش شكون البدلاء ديالو. البديل المتوقع رقم واحد هو اللي كان مؤخرا اشرف داري، ثم بدر بانون. بالنسبه لي مفاجاه في التشكيله، ما عارفش مستواه الحالي كي داير، لكن نورمالمون الركراكي غيكون واقف على هذه المساله. فمن غير هذه بانون عنده هيستوريك زوينه في الماتشات وفي التظاهرات الكبار، يبين فيهم اخرهم كاس العالم للانديه مع الاهلي. وكاينه حاجه اخرى، وليد يقدر يكون عنده شي سيستم في راسه، مثلا لا كان باغي يلعب على البناء من الخلف، فالطبيعي يكون بروفايل ديال المدافعين اللي كيلعبوا برجليهم خياره الاول. اللهم ما يتصابش، لان اصابته كثيره وكتجيبك حتى كتوقف عليه وكيتصاب. ما عرفتش والد واش خدا هذه المساله بعين الاعتبار. ثم ابرز الغائبين. المهم في الغائبين الا نسيت شي واحد تقدروا تكتبوه في كومنت، ولا كيبان لك انت شي واحد، حيت انا نقول لك اللي طاحوا لي في بالي في هذه اللقطه. سامي ماي كان من ديما حاضر معنا، وماشي كيف قال عمر في راديو مارس حتى واحد من المغاربه ما عاجبه، لا السيد ماشي كارثي بديك الطريقه اللي كيسوقوا لي، كيلعب ديما مع فرقته وكيضرب بيوته مؤخرا. ثم زهير في الدار اللي دار عامين حلاوله مع سبورتينغ لشبونه، والان مع فالادوليد جنب الياميق، رجع كيشارك مؤخرا من بعد الاصابه، لكن كيبقاو خيارات، والمدرب عنده منطق ديالو في الاختيار، وحنايا مساندينو. هارليا وسط الميدان جبرينو نبداو به، حتى هو تراجع الاداء ديالو وتقال، لا نقاش في امكانياته التقنيه، لكن شوف ان اصابه لوزا عندها الدور الكبير مولاي الكبير في التواجد ديالو. الصابري ما شاركش في الماتشات الاخرين مع سامدوري، لكن ما اظهره في الوديتين ديال التوقف الاخير كان كفيلا باش يقطع عليه القطع. سليم املاح ما كيلعبش مع ستاندار دو لياج بسبب مشاكل مع فرقته، ما بغاش يجدد العقد، لكن عنده من المؤهلات للتواجد ضمن قائمه الركراكي. وكانوا تجارب ناجحه ديال شحال من لاعب ما كيلعبش مع فرقته، لكن فاش كيجي المنتخب كتلقاه جاهز. وناحي لا نقاش طبعا، مفاجاه وحيد الصار، لا هذه المره وحيد الحقيقي ديال بصح امرابط، وان شاء الله نشوفوا داك امرابط اللي كيكون طوب د المستوى ديالو، لان فاش كيكون وكنسطر على فاش كيكون في مستواه العالي كيكون من افضل لاعبي العالم في مركزه. ثم الجديد 18 سنه فقط، بلال الخنوس. شوف هذا بالنسبه ليا كيشارك كيما شاركش، التجربه راه تكون مزيانه، بما ان كيبان عنده بوتونسيال ديال نجم قادم ان شاء الله، ان شاء الله يستافد من هذه التجربه. ثم الهجوم، الركراكي هجم على الهجوم، زيكو ابو خلال ولا ابو قلال كيف كيقول لي، كيخلعني فاش كيقولها، وفي التصريحات ديالو كتخافوا يزباليها، ما تسمعش ليه حدا والدي. لوجيك يلعب جناح ايسر ايمن، ظهير ايسر، وايضا كجناح خلفي، يوفر عده حلول للمدرب. امين حارس اون فاير مع مارسيل وجابها فوقيتها، نتمناو العافيه ديالته تبقى شاعله. زيزو لي مهاره يحيد لك جوج ثلاثه. هي انا مزاوق فاش توصل لحد الشبكه 30 متر اخيره، دير عقلك ودير عقلك كمجي جياش، وهذا راه باينه، ما تعيطش ليه يقلب لك دوله. الركراكي دابا راه كيخاف يقول لي شي حاجه يتفقع، غيدير معاها ولا ها يعتزل، واخا ما كيلعبش نورمال يعيط ليه فراك ولا سونطاج فراس حمد الله ولا نصير، وتسمع لك ديك وليها. الياس الشاعر مستحق اي ابداع يقدمه في الشامبيونشيب مع الكيو بي ار. بوفال ونصيري طبيعي جدا، ومحتاجين خبرتهم الاوروبيه، وايضا داكشي اللي دوزو مع المنتخب. شديره بان الركراكي مزعوط فيه من واحد التصريح ديال المهاجم اللي كيماركي
كيشم اش كيشم الله اعلم. زعما الهداف في المكان واخا يكون في الهواس غير ما حطيتيه مارك. ثم اخيرا والشبكه يا حمد الله مولانا والشبكه يا حمد الله. فرحان حيت عيطوا لي. عزيز عليا حمد الله، ولكن شخصيا ماشي من ذاك النوع اللي كيبغي يفرض اللعب كدا وهادي على المدرب وهادي. ولكن المزعج اللي كان هو عدم استدعائي بسبب خلافات مع مسؤولين. شي وحدين كيسمحوا لهم وهذا بقاو عاضين فيه ودايرين لي ديك الحاله مسكين. كنعتذر من المسؤولين قاتل ولي عهد النمسا، وشي وحدين شدوه شخصيا والله يسمع لهم. المهم هو ان اليوم الحمد لله تم طي الخلاف. كنتمناو حمد الله يهز الشبكه ولا نصيري ولا بونو ولا اي واحد. المهم هو نهزو الشبكه. من ابرز الغائبين الرحيمي. شوف الرحيمي كون كان في هذه القائمه نقول لك يستاهل، وبالنظر ما قدمه ما كاينش اللي حيد له الاستحقاق، ولكن كنشوف انها مساله منافسه واختيارات وصافي. كنقول انا كيشوفوا هو مثلا كجناح كتشوف الاجنحه اللي اختار راه واقعي. واخا الرحيمي يقدر يلعب تسعود ما على ما بان ليا الركراكي على حساب ما اختار نصيري جدير حمد الله. كيبان انه كيفضل راس الحربه الكلاسيكي. صحيح يربح الصراعات الثنائيه الهوائيه يضرب القنب بروفايل دمبانزا مع الوداد ايضا، لكن مع الاسف صراحه ديما كيعيطوا ليه وكيحضر وكتشوف فيه ديك الرغبه. ماش غنقول لك اودي سفيان الله غالب جاني تانيب الضمير. حسيت براسي بحال انا اللي ما عيطتش ليه في هذه اللحظه الحدادي. وبصراحه لا يستحق كون جا غيجيب لينا الصداع الراس والهضم. وإلا كان يجي شي واحد بحالو راه اللهم الرحيمي اولى. باش عجبك الركراكي بحال الاظهار ما قل ودن ما بقاش يعمر لك بالعكوش ولا الكرواني ولا شي سميه. برقوق عاوننا في التاهل لكن قليل فاش كيلعب. ثم نتاسف الادم مسينا وطارق السوداني للاصابه. ونزيدوا عليهم كعبي ثلاثي الهدف المهم امام الكونغو. مسينا والكعبي وتيسوداني وثنائيه ايوب ورايان في تصفيات اهدافهم عاونونا. غيكون الامر قاسي جدا عليهم، لكن هذه هي كره وهذا الشيء كيوقع فيها. كتبقى اختيارات وحنايا معاها. والمنتخب فوق من كل شيء اهم شيء هو مصلحه المنتخب، واهم شيء هو نديروا شي حاجه بغض النظر على شكون مشى شكون ماركا. سوقنا في المنتخب يربح ان شاء الله. قالوا هادو تعليقات على اللائحه. هي تبدو تقريبا خاليه من النقد لجوج حوايج. اولا ماشي وقته، ثانيا اللائحه منطقيه الى ابعد حد. يقدر يوقع نقاش في شي سميه ولا جوج. كان هذا رايي الخاص، فاذا كنتي كتختلف ولا كتتفق شي حاجه كتبها في كومنت وشعل لي النوتيفيكاسيون. مازال جاي الهوش كاع. تحياتي.